وعلى ذكر 5000 ساعة، يحدثني أحد الزملاء في جامعة الملك سعود أنه أتى إليهم طالب من الجمهوريات لروسيا اللي انفكت، قرقيزيا وطاجكستان وهذه المناطق، فجاء يقدم على الدراسات العليا أو على البكالوريوس. الحقيقة يقول لما رأيته يعني أشفقت وقلت يعني أتى من بعيد وكذا، لماذا تعنى؟ لو درس كذا ولو درس، ثم بعدين جاء. المهم أبدأ أسأل الرجل أسئلة فدهشت، أسأله في الفقه وإذا هو فقيه وحنبلي أيضا، أسأله في الحديث وإذا عنده مبادئ ممتازة جدا وفي فقه الحديث متميز، أسأله في التفسير، في العقيدة، في النحو. قلت يا رجل من أين أتيت بهذا العلم؟ قال استمعت إلى 5000 ساعة صوتية من موقع الشيخ ابن عثيمين على الإنترنت. كم استمعتم من ساعة أنتم يا شباب؟ أيوة، أنا أذكر هذا المثال ليكون محفزا لا محطما، ولتعلموا فضل الله عز وجل على من عزم وصدق فإن الله يعينه. هذا رجل في الجمهوريات لم يكن عنده علماء ولا طلبة علم يطلب عنه، وأنا أعرف الواقع هناك، زرت بعض الجمهوريات هناك، يعني من تصنفه عالم بمعنى عالم نادر جدا، نادر على كثرتهم بمئات الملايين. لتعرف نعمة الله عز وجل عليك وأنت هنا في هذه المناطق تلقاك تحتار عند من تبدأ وعند أي شيوخ تجلس. أما هذا الطالب يقرأ، استمع إلى 5000 ساعة صوتية. فقلت له، يقول لي زميلي هذا، قلت أنت حققت تكون في الدراسات العليا وليس في البكالوريوس. في النحو جيد، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، منين؟ من هذه 5000 ساعة صوتية. من ثبت نبت. لكن أكثر وأعظم من أعظم الآفات التي رأيتها في واقع طلاب العلم هي الاستعجال وقلة الصبر، هي التي قطعت ظهور كثير من الشباب.